يتعلق الأمر بخلية إرهابية مكونة من 6 أفراد حاملين للفكر الجهادي بمدينة سلوان نواحي الناظور، خططوا لتنفيذ عملية إرهابية نوعية بالمملكة، يقول بلاغ لوزارة الداخلية. البلاغ ذكر أنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إفشال مخطط إرهابي خطير كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة. وأوضح البلاغ أن التحريات الدقيقة قد كشفت أنه تنفيذا للأجندة التخريبية التي يعتمدها مقاتل ما يسمى بالدولة الإسلامية، أفراد هذه الخلية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة، من بينها التصفية الجسدية لبعض الأشخاص المتهمين بتبني منهج عقائدي مخالف لهذا التنظيم الإرهابي. ويضيف البلاغ أن البحث والتتبع أكد أيضا أن أفراد هذه الخلية كانوا يعقدون لقاءات سرية للتخطيط لمشاريعهم الإرهابية، بالموازاة مع انخراط في تداريب شبه عسكرية بإحدى الغابات المجاورة لمدينة سلوان، قصد الرفع من جاهزيتهم القتالية تحسبا لأية مواجهة مع القوات الأمنية. بلاغ وزارة الداخلية أشار أيضا إلى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ووعيا منها بأهمية التعاون الأمني لدرء الخطر الإرهابي والحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي، بادرت بتزويد نظيرتها بهولندا بمعلومات ميدانية دقيقة مكنت من اعتقال مواطن مغربي مقيم بهذا البلد له ارتباط وثيق بأفراد هذه الخلية، كان يخطط للحصول على أسلحة نارية ومتفجرات من أجل استهداف عناصر أمنية هولندية.